غزالاتي الحدقات، شخباركم؟ على خير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. عيدكم مبروك وعشركم مبروكه. جيت اليوم كنقترح عليكم ثلاثه الاشكال ديال الحلوى تقريبا بعجينه وحده، مختلفين فيها غير النكهات، اقتصاديين وكيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى تجربوهم وما تنساوليش لي جيم، ولا عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع العائله ديالكم، وان شاء الله غنخليكم تشوفوا الفيديو وفرجة ممتعة. ومرحبا بكم على قناتي، وما تنساوش تشاركوا. جبت لكم اليوم الحلوة ديال زمان. هاد الحلوة عندي معها قصة ديال الطفولة، كتجي لذيذة بنينة، كتحمق وبمقادير اللي بسيطة. خليكم مع الطريقة. كتحتاجوا 125 غرام ديال الزبدة، غتحتاجوا كاس لاروب ديال السكر مع كاس لاروب ديال الزيت. وغنخدموا كلشي مزيان حتى نحصلوا على قوام كريمي. غنزيدوا حبه ديال البيض، وغادي نزيدوا واحد الساشي ديال الفاني، غادي نزيدوا قشور ديال الحامض كيعطي واحد اللذه زوينه. غادي تحتاجوا الدقيق على حسب الخليط مع كيس ديال الخميره حتى تحصلوا على عجينه هكا ما قاصحه ما خفيفه. غادي تاخذوا البوق ديال الحلوه وغادي تشكلوها هكا اصابع على حسب القياس اللي بغيتو نتومايا. اللي ما عندهاش تقدروا ديروها حريبلات وتقطعوهم هكا في نفس الشكل. من بعد غندخلوهم للفران يتحمروا. هنا بعد ما طابوا غادي نزوينوهم بالشوكولاته اللي ذوبت، كنديرها لهم من الجوانب بجوج صافي. كنحطهم هنايا حتى كتنشف لينا الشوكولات، وتنقدموهم بالصحه والراحه. كيجيو لذاذين. كنتمنى تجربوهم وما تنساوليش التشجيع ولي لايك. لعشاق الكاكاو والقهوة كنقترح عليكم هاد الحلوى اللي غادي تحضروها في العيد، كتجي لذيذة وبنينة. خليكم مع الطريقة. غتحتاجوا 125 غرام ديال الزبدة، كاس صغير ديال سنيدة غتخدموهم مزيان. من بعد غتزيدوا كاس لاروب ديال الزيت وانتم كتخدموا العناصر. من بعد غنزيدوا بيضة واحدة، غادي نزيدوا معلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الذوبان اللي ذوبتها بشوية ديال الماء. غنزيد الكاكاو تقريبا 3 المعالق ديال الكاكاو مور. غادي نخدموا كلشي مزيان حتى يتخلط لنا الكاكاو مع الزبده والخليط. غنديروا هنا رشيشه ديال الملحه والدقيق. غنجمعوا العجينه ديالنا حتى نحصلوا على عجينه ما قاصحه ما خفيفه. وواحد الكيس ديال الخميرات الحلويات. هنا بعد ما وجدناها غادي نشكلوها لهكا كريات صغار وغنستفوهم في الطاوه ديال الفران. هنا عندي كونفيتور اللي درت معاه شويه ديال المزهر ديال الكوك اللي ضفت له معلقه كبيره ديال الكاكاو للتزيين. المهم هنايا بعد ما طابت الحلوى غادي نديروها في الكونفيتور وندوزوها في الكوك اللي حضرنا كيف كتشوفوا هنايا في الفيديو. نلبسوها مزيان للكوك ونستفوها في طبق التقديم. وكنتمنى ان شاء الله تجربوها، راه كتجي بنينه. وعيدكم مبروك، ما تنساوليش لي جيم. الله كنقترح عليكم هاد الصابلي، وجدوه العيد كيجي لذيذ مقرمش وبمقادير اللي بسيطه. خليكم مع الطريقه. كتحتاجوا 125 غرام ديال الزبده، نص كاس ديال السكر، انا ما كنديرش الحلاوه بزاف، كاس لاروب ديال الزيت. كتخدموا الزبده مزيان، كتضيفوا لها كيس ديال الفاني، حبه ديال البيض، كيس ديال الفلون فاني باش يعطينا اللون ويعطينا المذاق. تقدروا تستعملوا اي نكهه بغيتو. قبيصه ديال الملحه. هنا عندي البيبات شوكولا مع الزبيب. غادي نضيفهم على الزبده ديالي وغادي نخدم كلشي مزيان. من بعد غادي نبدا نزيدو الدقيق بالتدريج حتى نحصلوا ان شاء الله على عجينه اللي متماسكه، ما قاصحه ما خفيفه. غادي نزيدو كيس ديال الخميره وحنا كنخدموا العجينه ديالنا. غادي نشكلوهم هكا كويرات. هانتوما كتشوفوا هنا العجينه ما كتلصق ما والو. غادي نطلقوهم على ورق الطي وغادي نتقطعوها بالشكل اللي بغيتو. انا قطعت بهذا الشكل هذا. هنا عندي شويه ديال الكاوكاو اللي محمر ومهرمش مع الكونفيتور، استفتهم في الطاوه. غندهن لهم الوجه ديالهم بالكونفيتور وغنرش عليهم كاوكاو
كيعطيهم واحد التقرميشة زوينة كيجيو بحال النوكا، وهذا هو الشكل النهائي. بالصحة والراحة وعيدكم مبروك.